حقيقة أن الشراكة بين اتحاد إذاعات الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة شراكة مهمة تهدف أولا إلى تعزيز السياحة الإعلامية، وخاصة أن هناك حراك سياحي جيد، أرقام مبشرة بالخير في نمو السياحة العربية. هناك فعاليات مهمة تقام في المنطقة العربية أصبحت تجذب عدد كبير من السياح. احنا نعتقد انه جزء من عندنا الاعلام ان يساهم ويساعد في تطوير هذه الصناعه، واعتقد انه واحده من الاشياء اللي حنبدا فيها ان شاء الله بالتعاون مع المنظمه العربيه للسياحه هي اعداد دورات متخصصه في الاعلام السياحي لبناء كوادر اعلاميه مهمه. وانا اعتقد انه هذا جزء من مسؤوليتنا، ومتفائلين ان شاء الله انه هناك التكامل السياحي العربي اللي حيخدم تطوير هذا الجانب وفتح بارقة أمل لعمل إعلامي سياحي متكامل في المنطقة العربية. احنا كي نشوفوا الإحصائيات والأرقام الرسمية اللي متعلقة بالسياحة التونسية نلقاو اللي أكثر من 53% من الزوار اللي جاوا بلادنا هم المنطقة العربية، وهذه حاجة نفتخروا بها ونحبوا ندعموها أكثر. نحبوا معناها يكون الحصة الأكبر والنصيب الأكبر بالنسبة للسياحة في بلادنا تكون للدول العربية. هذاك علاش احنا تو تركيز اهتمام خاص للأسواق العربية، ومن خلال معناها تنظيم التظاهرات هذه بالتعاون والشراكة مع المنظمة العربية للسياحة واتحاد إذاعات الدول العربية. نحبوا تركيز الأضواء وتسليط الأضواء أكثر على الوجهة التونسية السياحية. ممكن تونس معروفة أكثر في الدول الأوروبية، ولكن نحبوا توا باش تعطيوا أكثر فرصة لبلادنا وأكثر فرصة للمبدعين في بلادنا والمؤثرين في بلادنا باش يزيدوا يسلطوا الضوء أكثر على السياحة التونسية. تونس الأعماق، تونس بالأصالة، تونس معناها التقدم، تونس معناها بالموروث الحضاري والثقافي والطبيعي، وكذلك تونس اللي هي تنجح في تنظيم مختلف الفعاليات والأحداث التظاهرات الرياضية والثقافية وفي الأعمال الكل. هذاك علاش معناها تونس ما عندها كل شيء، جميع المقومات باش تكون معناها من أفضل الوجهات السياحية في العالم العربي. مساء الخير، معكم صالح سعيود مساعد مدير عام الإذاعة الجزائرية. أولا احنا في الجزائر كلما نزور الحبيبة تونس نشعر بسعادة كبيرة، ولم يبقى لنا ما نكتشف فيها إلا الجمال والحب والود فيما بين الشعبين الشقيقين. سعيد جدا بحضور هذا اليوم دراسي أو الملتقى المتعلق بالسياحة في البلاد العربية وفي تونس. أتصور من موقع المتابع بأن تونس متفوقة على كل البلاد العربية جماليا وخدماتيا وسياحيا، وهي أهل لذلك لأننا نجد فيها المحبة، نجد فيها الدفء كلما نزورها. ربما هذا أمر يخصنا نحن كجزائريين لأننا نعتبر نفسنا في بيتنا الثاني، وكذلك الحال فيما أتصور بالنسبة للأشقاء التونسيات والتوانسة. فهذه المبادرة التي رعاها السيد الوزير مشكورا أقدر بأنها تفتح أعين الإعلاميين العرب للتعاطي مع تونس بشيء من الموضوعية وبكثير من الإيجابية، لأن تونس هي الجمال، تونس هي الاخضرار، تونس هي السلام، هي المحبة. هذه كلها أشياء نقولها بقناعة، لأننا لا نريد ولا نتمنى إلا أن تتعافى تونس من هذه الأمور العابرة وتكون كما كانت دائما حديقة العرب. لا أتصور بأن هناك الآن بلاد عربية يمكن أن تنافس الحبيبة تونس في ضيافة وحسن الاستقبال وفيما تتوفر عليه من تقاليد في كرم الضيف وفي حسن تدبير الأشياء. الموسم الاستياف تقريبا انطلق أو على الأبواب، وأتوقع بأنها ستكون وجهة للملايين كما هي كل سنة. نطلب ونرجو ونتمنى أن تبقى دائما تلك المودة، تلك المحبة، تلك التسهيلات وتلك العاطفة الخاصة للجزائريات والجزائريين، حتى نسعد معا بصيف هادئ آمن جميل ونفرح بتونس وفي تونس. الحقيقة سعادتنا كبيرة كلما نرى أمرا إيجابيا يحقق في هذا البلد الجميل الشقيق تونس، الذي هو شيء من كبد الجزائريين.